بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة على الإريثروسايت سيديمنتيشن ريت أو سرعة الترسيب. يعني إيه سرعة الترسيب؟ هو تحليل بيقيس سرعة ترسيب الريد بلاد سيلز خلال ساعة. طيب هل الريد بلاد سيلز هي بالطبيعي أصلا بتترسب ولا ما بتترسبش، بتبقى ماشية كده في البلاد؟ هي في الطبيعي بيبقى بتترسب ولكن بسرعة محددة. بمعنى ايه؟ ان مثلا لو وفكرة التحليل ان هي بيتجاب سامبل البلاد سامبل، لو اتثابت مثلا لمدة 10 دقايق بتترسب، وبعد كده 40 دقيقة او نص مثلا 30 دقيقة كمان بتترسب بسرعة تانية لغاية الساعة. بيحصل ايه؟ بيحصل الترسيب. خلاص، يبقى احنا كده بنقيس سرعة ترسيب الريد بلاد سيلز في خلال ساعة. طيب الميكانيزم بتاعها ايه؟ بس بمنتهى كده يعني بالسهولة علشان خاطر ان احنا برضو نكون فاهمين. هي كل الفكرة ان الريد بلاد سيلز الشحنات اللي عليها بتبقى شحنات سالبة. خلاص، فعلشان كده بيحصل تنافر ما بين الريد بلاد سيلز ما بينها وبين بعضها، ما بيحصلش ايه تكتلات للريد بلاد سيلز في دمنا. طيب لما بيحصل بقى في بعض الكونديشن اللي احنا هنشوفها اللي بتحصل في الجسم، وبتطلع نتيجة الكونديشنز ديت بعض البروتينز، البلازما بروتينز، والبلازما بروتينز ديت بتبقى with positive charge. يبقى البوزيتيف هيمسك في النيجاتيف التشارج بتاع الريد بلاد سيلز، فهيحصل ايه؟ اجريجيشن، ويروح جاي عامل ترسيب للريد بلاد سيلز بسرعة اسرع من الطبيعي. خلاص، يبقى هي كل الفكرة ان ايه؟ ان هي بسبب الكتروستاتيك فورسز. طيب الريفرنس رينج في من 1 ل 15 مليمتر بير اور، واحنا كده بنقيس الوحدة بتاعتها. المليمتر كام؟ بيقيس بقى المسافة بتاعة الترسيب. تمام، بير اور. خلاص، يبقى احنا بنقيسها في الساعة. والومن من 1 ل 20 مليمتر بير اور، وبتزيد في with age. نون سبيسيفيك ماركر في اي انفلاماتوري كونديشن، اي انفكشن، كده كده الاي اس ار او الاريثروسايت سيديمنتيشن ريت هو هيرفع، فهو مش نون سبيسيفيك لاي ديزيز. طيب ال ESR is often higher when the disease is active due to increase the amount of circulating proteins أو اللي هي termed acute phase reactant. بمعنى إيه الكلام ده؟ بمعنى إن لو في acute condition أو acute inflammatory process بيطلع بلازما بروتين زي الفابرينوجين، زي جلوبيولينز، سواء كان ألفا أو بيتا أو جاما. مثلا جلوبيولينز البروتينز ديت اللي هي with positive charge هتروح جايه تعمل اجريجيشن مع النيجاتيف تشارج بتاعه الريد بلاد سيلز، فهيعلي لي الاي اس ار. وديت كل الفكره بتاعه ان الاي اس ار ان هو بيعلى ازاي في حالات كل الانفلاماتوري كونديشنز نتيجه البروتينز اللي هي البروتينات بقى الاكيوت فيز رياكتنت او بروتينات بقى الالتهاب الحاد. دي بتطلع فبتخلي بتخلي الاي اس ار ان هي تعلى. وفي نفس الوقت بعد لما الديزيز ان هو الكونديشن ديت ان هي بتقل بتقل تاني. طيب الاي اس ار على الرغم ان هي بتعلى مع اي انفلاماتوري رياكشن، ولكن ان انا ما بقدرش ان انا استخدمها كسبيسيفيك ماركر لحاجه معينه. خلاص، يبقى انا ولا هي انفكشن ولا هي انفلاميشن. تمام، ولكن ان انا بستخدمها فور ايه مونيتورنج. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بشوف مثلا في ديزيز، في اكيوت مثلا انفلاماتوري كونديشنز، فهيعلى الاي اس ار قوي. تمام، فانا هتابع بقى الانفلاماتوري كونديشن ديت ان هو هيتحسن ولا لا من خلال الاي اس ار. على الرغم ان دوت ما بيكونش اكيوريت قوي زي السي ار بي، علشان الاي اس ار هو بطيء في الارتفاع وبطيء في النزول كمان، عكس بقى السي ار بي اللي هو بيكون سبيسيفيك شويه على اساس ان هو بيعلى على طول وبينزل على طول، فانا اقدر احكم من خلاله واعمل مونيتورنج الكونديشن اللي عندي او الديزيز اللي عندي. خلاص، يبقى انا بستخدمه بس ان هو نون سبيسيفيك باي ماركر لمونيتورنج الاكتيفيتي اوف انفلاماتوري كونديشن. خلاص، يبقى هو نوت كونفيرم
الدايجنوزس، ولكن ان انا بستخدمه كمونيتورنج بس للاكتيفيتي. وقلنا ان السي ار بي افضل لانه بيعلى على طول وبينزل على طول. طب ايه هي بقى الاسباب بتاعه الاي اس ار ان هي تزيد، او والكوزز بتاعه الديكريز اوف ايه اي اس ار؟ على الرغم ان احنا قلنا ان ده مش هيبقى مشكلتنا، مشكلتنا قوي ان احنا نعرفه، لان هو هيعلى في كل كونديشن. حتى ايفن كمان ان انا لو مثلا حد اتشك بدبوس، او مثلا كان في التهاب في اي منطقه موجوده في الجسم، خلاص الاي اس ار ان هو هيرفع. انفلاماتوري بروسيس الاكيوت فيز رياكشن بقى، سواء كانت بقى انفكشن، سواء كان انفلاميشن، فيرال انفكشن، بكتيريال انفكشن، او الفنجاي كمان، فهو كده مش نون سبيسيفيك لاي حاجه. هو اوتو اميون ديزيز، لان طبعا بيبقى الانفلاماتوري كونديشنز، الانفلاماتوري بروسيس بتبقى عاليه جدا، زي الروماتويد ارثرايتس وسيستميك ليبس اريثروماتوزس والروماتيك فيفر. سيفير انفكشن زي الاوستيومالايتس او الانفكتيف اندوكاردايتس. وبعض التايبس اوف كانسر زي الليمفوما، مايلوما. وبعض الانيميا بيعلى في البريجنانسي ودوت عادي. هايبر كوليستريميا، والكوليسترول لما يزيد، والسي كي دي. طيب الاسباب بقى الانخفاض في الاي اس ار هتلاقيها في البوليسايسيميا فيرا، سكسل انيميا. على الرغم ان هو بعض انواع الانيميا ممكن تعمل ارتفاع او انخفاض كاذب يعني في الاي اس ار. سيفير ليفر ديزيز، على اساس ان في حاله طبعا معظم البلازما بروتينز هي بتطلع من الليفر، فلما بيكون في ليفر ديزيز يبقى البروتينز ديت ان هي هتقل، وبالتالي هيقل معاها الاي اس ار. هايبر جلايسيميا، علشان الفيسكوستي بتاعت البلاد هتزيد، فبالتالي سرعة الترسيب ان هي هتقل. هاي دوز من الكورتيكوسترويد، كونجستيف هارت فيل. يبقى الخلاصة في الاي اس ار هو مش سبيسيفيك لاي كونديشن، سواء كان انفلاماتوري او سواء كان انفكشن، ولكن ان انا جايدد بيه بس ان انا بشوف ان هو كان عالي، خلاص شخصنا ان دي مثلا انفكشن انفلاميشن، بشوف بقى الريسبونس. طب لو هو مثلا عالي وستيل ان هو elevated عمال يعلى، يبقى كده ما فيش ايه جود ريسبونس. طيب لو هو كان عالي وبعد كده ان هو عمال ان هو يقل، يبقى ده كده فيه ايه جود ريسبونس.